بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله بعد ما نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنحكي حكاية صغيرة أوي. بيحكى أن شباب بلوزداد كان بيلعب الأسد النهاردة. فإيه اللي حصل؟ إن شباب بلوزداد زعل الأسد، ومش زعله بس، لأ ده جاب فيه جون كمان. فإيه اللي حصل من الأسد؟ حصل 6 حاجات من الأسد، 6 أفعال من الأسد. رقم 1، وسام أبو علي جاب الجون في الدقيقة 45 عشان يتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد من لمسة واحدة اتفاجئ بيها الحارس من داخل منطقة الجزاء. بس لأ، نمرة 2، وسام أبو علي في الدقيقة 51 من فاول أمام منطقة 18 بيشوط الكورة، وهو بقى متخصص الفاولات بعد طيب الذكر علي معلول اللي ربنا يرجعه لنا بالسلامة إن شاء الله. بقى وسام متخصص، قال للعلي لغاية ما ترجع سيب لنا الموضوع ده، موضوع الفاولات اللي قدام منطقة الجزاء أو منطقة 18. وسام أبو علي في الدقيقة 51 شاط فاول قدام منطقة 18، دخلت جوه الجون على يمين الجون عشان تبقى النتيجة 2-1. خلاص كده الحكاية خلصت؟ لا، تالت حاجة في الحكاية، حسين الشحات في الدقيقة 58 جاب الجون التالت من كوبري، معلش هو تفسيرها كده محدش يزعل، جاب كوبري او عمل كوبري لحارس المرمى واصبحت النتيجة 3-1. وسام ابو علي ما برضه مسكتش، فرابع حاجة اتعملت النهاردة ان وسام ابو علي في الدقيقة 83 يجيب الجون الرابع عشان تبقى النتيجة 4-1 من لطشة داخل منطقة الجزاء. خامس حاجة حصلت النهاردة من الأسد اللي زعلوه، ان بيرسي تاو في الدقيقة 85 جاب الجون الخامس برجله الشمال من كام لعبة مباشرة كده من أول لمسة عشان تبقى النتيجة 5-1. يعني الناس اعتقدت خلاص بقى زعل الأسد خلص. نقول له لأ، السادسة سادسة. إمام عاشور في النهاية بيبصم على مهرجان الأهداف بتاع الأهلي في شباب بلوزداد وبيحرز الجون السادس، بيحرز الجون السادس عشان تبقى النتيجة 6-1 ويفوز الأهلي على شباب بلوزداد في الجولة الثالثة لمجموعة دور الأبطال 6-1 في مباراة اليوم. طيب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول التشكيل. الأبطال اللي كان في حراسة المرمى الأسد محمد الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله. خط الوسط أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية. خط الهجوم حسين الشحات في اليمين، رضا سليم في الشمال، والفدائي وسام أبو علي رأس الحربة الصريح. في الفيديو اللي فات قلنا مفاجأة الأهلي لشباب بلوزداد، والمفاجأة ظهرت ووضحت، وهي فوز الأهلي على شباب بلوزداد 6-1. والرقم ده لو حد فاكر النتيجة دي مين شالها من الأهلي قبل كده يكتب لنا في التعليقات، اللي يعرف يقول في الكومنتات. طيب نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقول يعني هنهمس في أذن بعض اللعيبة كده. عاوز أقول حاجة لبعض اللعيبة، أولهم وسام أبو علي.
بقول له انت فعلا فدائي واسم على مسمى. وفي نفس الوقت بقول للكهرباء ما كانش العشم، وبإيدك انت ترجع لنا كهرباء هداف الأهلي في بطولة أفريقيا الماضية، بإيدك انت يا كهرباء. تضغط على نفسك وتلتزم زي ما كنت ملتزم أول ما جيت عشان توصل للي وصلت له بعد ما جيت للأهلي. آخر حاجة عشان ما نطولش على حضراتكم، كلم إمام عاشور وقول له زي ما الكابتن مصطفى عبده قال عليك مع فايق، مع إبراهيم فايق، يا إمام انسى البيت شوية وركز في الكورة، لأنك لعيب كبير ومش لازم تعمل كل حاجة في الكورة مرة واحدة، واحدة واحدة. عندك كتير، عندك أكتر من كده لو أنت عاوز، بس بهدوء. ركز في الكورة واسمع كلام المدرب، وما ما تديش ودانك للسوشيال ميديا، وركز في البيت وركز في الكورة وانسى البيت شوية. وكفاية كده، ونقول ألف مبروك للأسد الأهلاوي، الفوز العريض الكبير على نادي شباب بلوزداد. وده نادي مش شوية، ده نادي عريق هو كمان ومحترم. الفوز الكبير 6-1، وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة وفوز قادم وفوز قادم وفوز قادم. ونقول السلام عليكم.